نادي برشلونة الإسباني يفجر مفاجأة كبيرة عن عودة عبد الصمد الزلزولي في تحول لافت قد يعيد رسم مستقبل خط هجوم برشلونة. كشفت شبكة اسبين ديبورت أن إدارة النادي الكتالوني تدرس بجدية إعادة النجم المغربي عبد الصمد الزلزولي إلى صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة. ووفقا لتقارير بعنوان برشلونة يقيم عودة الزلزولي أمام الشكوك حول راشفورد، فإن مركز الجناح يمثل أولوية قصوى للمدرب هانز فليك، ويبرز اسم الزلزولي كأحد أبرز الخيارات المطروحة على طاولة المدير الرياضي دييغو. ويرى برشلونة في الزلزولي اللاعب المثالي لتعزيز هجومه لعدة أسباب، أبرزها امتلاكه سرعة فائقة وقدرة استثنائية على المراوغة والتفوق في المواجهات الفردية، وهي سمات يفتقدها الفريق حاليا. كما أن صغر سنه 24 عاما يمنحه هامشا كبيرا للتطور، إضافة إلى معرفته المسبقة بأجواء النادي حيث لعب 12 مباراة مع الفريق الأول سابقا، مما سيسهل عملية تأقلمه من جديد. وكان برشلونة قد باع الزلزولي إلى ريال بيتيس في صيف 2023 مقابل 7.5 ملايين يورو، مع احتفاظه بنسبة من حقوق بيعه مستقبلا. ورغم انتهاء صلاحية خيارة إعادة الشراء، فإن ذلك لا يمنع فتح باب المفاوضات مجددا. ويأتي هذا الاهتمام في ظل الشكوك التي تحوم حول اهتمام صفقة التعاقد مع ماركوس راشفورد، حيث يتردد الرئيس خوان لابورتا في دفع مبلغ 30 مليون يورو لتفعيل خيار الشراء قبل 15 يونيو، مما يجعل خيار الزلزولي الأقل تكلفة أكثر واقعية وجاذبية. ويقدم الزلزولي حاليا أفضل موسم في مسيرته الاحترافية مع ريال بيتيس، حيث أصبح أحد أهم أسلحته الهجومية، الأمر الذي جعله محط أنظار العديد من الأندية الأوروبية الكبرى. وبينما كانت التقارير السابقة تشير إلى مراقبة برشلونة لوضعه، فإن تقرير إسبين الأخير يؤكد أن الاهتمام أصبح أكثر جدية اعتمادا على مصادر من داخل النادي الكتالوني.